ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ فيديو جديد النهارده. عارف ان كانت بقى لي فتره منقطع عن فيديوهات الرياكت. حابب اقول لكم شكرا على السبورت اللي انتم عملتوه على اخر كام فيديو. صراحه يعني مشاهدات حلوه قوي قوي، يعني 690 تقريبا، 516 فيديو المغرب، 2100 فيديو مصر والارجنتين، لسه فيديو الاكل في شوارع الهند. المهم يعني الدنيا كانت رايقه. يعني حابب اقول لكم ان ده الانستجرام لسه عليه 1 فولور، فلو حبيت تعملي فولو عليه. ممكن كتير. النهارده هنعمل فيديو ازاي تتشهر على اليوتيوب المصري 2026. توقع يا محمود التحدي ده هيوصل كام ألف لايك؟ إن شاء الله يعدي فوق ال 15,000 لايك. حد فاكر يا جدعان الفترة بتاعت 2014 و15 16 لغاية 17 تقريبا كان ظهر قناة اسمها تحدي الانتقام، كان محمود واخواته ومحمد تحدي الانتقام والحاجات دي. فالفكرة دي لو انت لسه كنت بتعملها من زمان، يعني كان زمانك دلوقتي معاك فيلا وعربية واونر في الساحل الشمالي، ومش هتحتاج تقف بكيو ار كود والكلام ده كله. ما انت كنت حرفيا تدخل الساحل من غير وتحط رجل على رجل. عامة في الفترة دي فيديوهات الاكل وتحديات الاكل اشتهرت بطريقة مرعبة، او حتى لو هي في نظرك مش تحديات، بس هو كان لها قاعدة جماهيرية. غالبا كان الناس اللي بتبقى في اعدادي وابتدائي ان هم ازاي يجيبوا 2 بيتزا مثلا، اي حد جعان هيجيب بيتزا وهياكلها. كانوا هم الاثنين بيعملوها على شكل تحدي بس، والفلوس جريت في ايديهم. زي مين بقى؟ زي حمدي ووفاء دلوقتي، بعد ما الفلوس جريت في ايديهم ونسوا اصلهم المعفن، ودلوقتي عايشين في تركيا وتقريبا عليهم قواضي في مصر فمش عارفين ينزلوا. المهم يعني نرجع لموضوعنا. أنا واثق في كل المتابعين إن التحدي ده هيوصل فوق ال 15,000 لايك. أتمنى من كل اللي بيتفرج على التحدي دلوقتي انا واثق فيكم كلكم زي ما هو كان عنده ثقه في المتابعين بتوعه، فانا واثق فيكم ان الشانل دي هتعدي ل 10,000 مشترك دلوقتي، والانستجرام ده هيوصل 1000 فولور. يدمر زر اللايكات. يا جدعان ما تدمروا زر الاشتراك يا جدعان، اهو سبسكرايب، اهو سبسكرايب دمروه. برضه كان فتره من الفترات محمد خالد في 2016 و 17 كان بيعمل فيديوهات حلوه قوي الصراحه، سواء جيمنج او فلوجات او مقالب مع والده. طبعا محمد خالد دلوقتي اتجوز وعايش في حته ثانيه وراح عاش في دبي يا جدعان ما تشتركوا يا جدعان عشان القناه تكبر ويبقى معايا فلوس. يا جدعان عاوز يبقى معايا فلوس. عايزين نوصل فيديو 40,000 لايك يا جدعان. لما توصلوا الفيديو بتاعنا ل 10 لايك وانا راضي والله. عشان اعمله مع ابويا 40,000 لايك واعملها مع ابويا. المهم يعني محمد خالد فيديوهاته كانت حلوه قوي. مين فاكر البيف بتاعه مع احمد حسن؟ الخناقه بتاعته مع احمد حسن كانت خناقه قلبت السوشيال ميديا في مصر يا جدعان. كمان في 2017 او 18 احمد حسن وصاحبه مش فاكر اسمه ايه الصراحه، وعمل اغنيه وكاله ناسا وقتها. كان بيدس، كان وقتها الراب يعني لسه ما دخلش مصر قوي، بس كان بيدس احمد حسن في الحوار ده. مين فاكر؟ اكتبوا تحت في التعليقات لو حد فاكر الموضوع ده. الفيديو بقى ده انا عامله، او ده هيكون الجزء الاول، لان الجزء الثاني هيكون تحديدا عن الكائن اللي قدامكم ده اللي هو محمود هتريكان. في 100,000 ان شاء الله. ده بجد هتلاقي قبل يا جدعان اللي هيكسب التحدي. الحاجات كلها بنعملها كتير. صاحبه باين عليه. المهم نرجع لموضوعنا. يعرف بيتوقع الدراع 2 بيتزا ما بيني وما بين محمود. قول لي ايه اللي يمنعك في 2026 انك تعمل محتوى اكل؟ يعني المحتوى لسه شغال دلوقتي، عندك الفود بلوجرز كلهم عيال مالهاش اي 60 لازمه في الحياه مسكت فلوس من محتوى الاكل. فايه اللي يمنعك انك تعمل فيديو عن محتوى الاكل؟ ايه اللي يمنعك؟ مفيش فرق. اشتري حتى يا عم، لو انت خايف انك تدخن اعمل اشتراك في الجيم، اعمل اشتراك في الجيم، كل وروح الجيم. حجم كبير. بالاضافه لطبق بطاطس صغير. هل طبق البطاطس اللي مامتك بتعمله لك في البيت ده الناس دي بتاكله فبتعتبره تحدي؟ تاكل طبق البطاطس ده تحدي في حد ذاته. صغير برضه، وكمان هيكون في شطه. والله شطه هاينز دي انا بجيبها اشربها، والله بشربها. بصوا زي ازازه الميه دي كده، الميه كانت هتقع على اللابتوب، انا كان اللي انا هيتحرق. ازازه الشطه دي اصلا مش حراقه، انا بجيبها بشربها والله العظيم، اوقات كده بقعد اشربها عادي، هي سويت مش حراقه قوي. بالاضافه ان البيتزا مليانه شطه، خليت الشيف يكتر لي الشطه فيه. عارفين يا جدعان الشيف اللي بيبقى في محلات الكريب اللي في القرى والاماكن الشعبيه الفلاحه، جاهز فيها وخليته يحط فيها فلفل، ومعايا كمان شطه اضافيه. جاهز يا محمود للتحدي؟ جاهز يا عماد. فيها وخليته يحط. هو انا عندي سؤال بس، هي فين البيتزا الكبير؟ البيتزا عاديه اي طفل في ابتدائي بياكلها، يعني فين البيتزا الحجم الكبير؟ هي فين؟ مفيش. تحدي اكل بيتزا حاره جدا اللي في الثامب في الصوره مالهاش علاقه بالبيتزا اللي في الفيديو. كده يا جماعه نكون حضرنا الميه. طب ازاي هتاكل شطه وتشرب ميه في نفس الوقت؟ ده بقى مش تحدي. كل فيديوهاته يا جدعان بالشكل ده. طب والله زمن اليوتيوب الجميل والله العظيم. اتفضلوا معانا يا اجمل. يعني يا ريت والله انا جعان بس مفيش فلوس اشتري بيتزا، فاتمنى تعملوا اشتراك في القناه عشان لما القناه تكبر واقدر اكسب من وراها فلوس اقدر اجيب بيتزا واعمل فيديو زي ده. اتفضلوا معانا يا اجمل متابعين. يا جدعان كانوا جايبين اندومي عاديه، والله العظيم كانوا جايبين اندومي عاديه حاطين على شط. رجع كان انا فاكر الفيديو كان نزل اشترى اندومي عاديه جدا من السوبر ماركت ورجع عمل فيديو عادي ومش عارف في ايه. سوبر ماركت. مين فاكر هتريكانو يا جدعان اللي كان عامل تسريحه شعر شبه السجاده او الرجل المقشه او المقشه نفسها؟ كان عنده انترو مشهوره قوي اللي هو هيقولها دي. هلا والله واتساب، السلام عليكم. تحس انه خليجي مش عارف ليه. ده فيديو جديد، تتوقع اعملها ايه؟ تتوقع اعمل فيك ايه اول لو خيروك؟ والله
والله انت مجنون، اتوقع منك اي حاجه. بالظبط، انا مجنون وهي تتوقع مني حاجه. اول لو خيروك تحضني شاب في الشارع وتبوسيه، يا جدعان اعملوا الافكار دي في 2026، صدقوني والله قناه اليوتيوب بتاعتكم هتضرب في السماء، هتضرب في السماء وهتجيبوا ملايين المشاهدات. ولا تنامي في الشارع وتتصوري سيلفي؟ ده انا انام واجيب بطانيه. هي دلوقتي هتنام في الشارع وهتتصور سيلفي. عايزاني معاكي في التحدي ده؟ ايوه واخدك معايا، وهتنام جنبي في الارض. ده في قلب الشارع عادي كده. والله يا جماعه يا اما هم كانوا مجانين يا اما اليوتيوب وقتها كان فعلا مجنون وبيشهر ناس مالهاش اي سكين لازمه. هو عامه قفل قناته دلوقتي وقفل تماما عن السوشيال ميديا ومسح كل حاجه. شريف مدكور ده اللي كنا بنقعد نتريق عليه والله طلع ارجل منهم كلهم يمكن واكثر احترام. لو حد سالني مين ده او مين دي انا ما اعرفش. بس فالنهارده يعني قلت لكم ازاي تعملوا محتوى تتشهروا بيه. كل ما التفاهه كانت كتيره كل ما تقدر تتشهر اكتر واكتر وهتجيب فلوس. اظن الدنيا دلوقتي في مصر بقت سلطه. فالمهم لو عجبك الفيديو الكوميدي ده اعمل لايك فولو واشتراك. لينكات السوشيال ميديا هسيبها لك في الكومنت المتثبت الوصف. قول لي لو انت حضرت الجيل بتاع 2014 لغايه 2017 و18 من اليوتيوب المصري مين اكتر يوتيوبر كنت بتحب تتفرج عليه عامه يعني. يبقى تعمل لايك فولو اشتراك. عاوزين نوصل 1000 مشترك على الشانل دي في اسرع وقت ان شاء الله. فيديو قريب. كان معاكم ميدو. سلام.